وقتها ما كنتش فاهم انه البق في مجالنا ده كتير. يعني وقتها انا لما كان حد بيقول لي على حاجة كنت بصدقه. بعد كده بقيت بتبع مقولة كده كان يعني بتنسب لحسن الامام المخرج رحمة الله عليه، كان بيهزر بيها، يعني يقول لك ربنا عرفوه بالعقد، طلع لي العقد ده ابدا اشتغل. فانا وقتها ما كنتش فاهم الموضوع ده عادي، كان اي حد بيقول لي عاوزينك معانا في البي بي سي بقى وخلاص، انا بعتبر ان انا طلع لي كارنيه البي بي سي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير او يا مساء الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديد مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن بالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. واحدة من أهم الأسئلة اللي بيسألها كل حد شغال في مجال عمل ذو طابع حر، واللي من ضمنها مجالات العمل الإبداعي، سواء كتابة، سينما، تلفزيون، صحافة، إلى آخر القائمة يعني. وللأمانة فالكلام ينطبق برضو على مجالات العمل التانية، بل يمتد في كتير من الأحيان لقراراتنا اللي بناخدها في حياتنا. وهو سؤال يبدو بسيط لكنه بيغطي تحتيه نار خوف وتوتر وتشكك من صحة المسار اللي الشخص ده ماشي فيه. والسؤال هو ببساطة شديدة، هو أنا ماشي صح؟ سؤال زي ده بيتشعب منه أسئلة تانية كتيرة جدا. هل مثلا هل الشركة اللي أنا فيها دي هي المكان الصح ليا دلوقتي؟ هل لو بدأت مشروعي الخاص دلوقتي حياتي هتكون أفضل ولا استنى شوية؟ هل لو سبت الشغل الثابت وقررت بس أركز في الكتابة هكون ماشي بالطريقة دي في المسار الصح؟ والقائمة تمتد. كتير من الأسئلة مضمونها انه الشخص عاوز يغير، هو في مكان دلوقتي وعاوز انه ينتقل لمكان تاني، وعاوز انه يضمن او يكون في رحلة بحث عن اليقين انه الطريق التاني ده او المحطة التانية دي هي المحطة الصحيحة. التأكد باختصار كده من ضمان جدوى الخطوة اللي انا هاخدها. مثلا دلوقتي قاعد في مكان، انا قاعد في شغلي عادي جدا، بقبض مرتبي وخلاص، او كما يحب يعني البعض تسميتها كده بالكومفورت زون. انا قاعد دلوقتي في الكومفورت زون او منطقة الامان. صحيح مش مرتاح قوي يعني، بس اديني عادي قاعد، ومين مرتاح في اللي هو بيعمله؟ فانا ممكن لو طلعت من المنطقة دي مبقاش مرتاح خالص. بالبلدي كده ببقى محتاج اني اضمن انها والله مستاهلة. طيب خلونا كده نطرح سؤال بسيط ولكن نتأمله كده مع بعض. هو احنا ايه اللي بيمنعنا عامة اننا ناخد في كتير من الاحيان قرارات ممكن تخلي حياتنا افضل ومستقبلنا افضل؟ في الغالب الناس دايما بيبقى عندها اجماع، لما باجي دردش يعني مع حد في الموضوع ده بيكون في اجماع على اجابة واحدة، وهي الكسل. ان احنا بنكسل، اصل ما حدش عايز يعمل حاجة، اصل ما حدش عايز يتحرك، اصل الكلام ده كله. الاجابة اللي توصلت لها انا بعد كتير من التفكير في الموضوع ده هي انه في الغالب ما بتبقاش الكسل، في الغالب بتبقى الخوف من عدم ضمان صحة الخطوة دي. اصل هسألك سؤال بسيط جدا، دلوقتي انا معايا 1,000,000 جنيه وانت جيت قلت لي والله احنا هنحط 1,000,000 جنيه ديت في شركة، والشركة دي هتكسب في خلال سنة وهتجيب لك ضعف المبلغ مثلا. هل انا هكسل؟ يعني انت دلوقتي جيت ضمنت لي وحلفت لي كل ايمانات المسلمين والمسيحيين وعلى كل الكتب انه انا هحقق ده، خلاص انا ضمنت دلوقتي، يعني انا هكسل ليه؟ ما انا عايز اكسب، مش هكسل. لو عرفت اني مثلا لو يعني مش بكلم شخصيا، بس لو انا مثلا والله عرفت لو سبت الشغل اللي انا فيه دلوقتي ورحت شركة تانية حياتي هتبقى احسن كتير، اسمي هيكبر، الفلوس اللي هاخدها اكتر، الفرص اللي فيها اكسبوجر او تعرض لمجال عمل اضخم هتكون بالنسبة لي اكتر. فساعتها انا ايه اللي هيخليني اكسل او اتردد اني اقعد املى ابليكيشن ياخد له يومين ولا اقعد ابديت حاجات في السي في بتاعي؟ ساعتها مش هكسل. ما ده برضو منطقي، ما انا خلاص، ما انا ضمنت
الوصول، يعني ضمنت اللي هو بالطريقه المستهلكه يعني بتاعت فيسبوك اليومين دول، ضمنت حتميه الوصول. يعني انا اذا سمحتولي يعني ممكن احب اني احكي او اشارك معاكم تجربه كده شخصيه كنت محشور اثناءها او خلالها، يعني في المنطقه دي، منطقه اللي هي قطاطه بتاعت الهي لا تكسب ولا تخسر، تفضل كده في الاوفسايد. في فترة كنت شغال في شركة في مجال يعني متعلق بالبرامج والدراما والإعلانات. من اللحظة الأولى كنت مدرك إنه في حاجة غلط في الشركة دي، سواء على صعيد الإدارة، على صعيد الاستقرار المادي، على صعيد حتى بيئة العمل. وكان القرار الوحيد الصح ساعتها هو إني أمشي بعد شهر بالكتير. وده كان قرار مش مثلا عشان انا عندي يعني وجهة نظر ثاقبة وقدرت احلل من الوضع، وانت لو كنت عديت من جنب المكتب كنت هتعرف انه الصح الوحيد في الموضوع ان انا كنت امشي، لكني كملت. ممكن حد يسألني طب انت كملت ليه؟ هقولك انه الاجابة باختصار كان انه في مشاريع معينة كنت بنفذها مع الشركة دي، وكنت من وجهة نظري وقتها واعتقد ان انا لو رجعت ممكن ابقى برضو بفكر بنفس الطريقة، انه انا حابب اشتغل على المشاريع دي لانه كانت مشاريع ضخمة جدا بحيث انها تكون جزء من السي في بتاعي. وكنت مقرر اني بمجرد ما تنتهي المشاريع دي ساعتها هتحرك. بجانب كنت محتاج فلوس بقدر معين في الوقت ده، والمكان يعني نقدر نقول ان هو كان بيلبي لي جزء منها، يعني حسبة الى حد كبير عقلانية. لكن للأسف المشاريع دي خلصت الحمد لله، خلصناها وسلمناها وكل حاجة، وانا ما مشيتش. تسألني ليه؟ كان بسبب السؤال اللي هو موضوع الحلقة يعني بتاعت النهاردة، وهو طيب هو انا لو مشيت ده هيبقى القرار الصح؟ طيب هو انا لو مشيت ورحت مكان تاني هل المكان التاني هيبقى افضل؟ طب مش ممكن المكان ده اتعرف من خلاله على ناس او اتميز، بما انه المكان اوريدي فيه مشاكل، فسهل ان انا لما ابقى انا بعمل شغل كويس اسمي يكبر ويبان في المكان، which is كان بطريقة او باخرى صحيحة يعني، لان انا لما مشيت حصل مشاكل في المكان ده، في بروجكتس انسحبت منه يعني. انا بدأت بقى يجي في دماغي الاسئلة اللي هي بتاعت الاوفر ثينكينج بقى بتاعت بالليل ديت، وكنت طول الوقت في حالة مماطلة مع نفسي. طب ما تستنى، طب ما تدور على حاجة تانية بالتوازي معاها. المهم ان انا كنت مستمر، وكان في حالة من الاستكانة غير المبررة اللي كانت عارف اللي بيطلق عليها العلاقات التوكسيك، هي دي كانت علاقة توكسيك كما قال كتاب التوكسيسيتي يعني بالظبط، مكان انت مستمر فيه وبيأذيك كل يوم وانت مكمل فيه. مع العلم حتة ان انا كنت بقول لو رحت مكان تاني هل يا ترى يبقى افضل ولا لا، انا يعني عايز اقولك انا لو كنت في الوقت ده رحت اشتغلت بالوضع اللي المكان ده كان فيه، لو كنت رحت اشتغلت كاشير في ولاد رجب، كان الفرصة دي والله مع كامل التقدير يعني كانت الفرصة دي ساعتها هتكون افضل من المكان اللي انا كنت فيه. المهم حالة بقى من التردد والتفكير والضغط العصبي استمرت تقريبا شهر، ما استمرتش كتير قوي يعني، بالنسبة لي وقتها كانت كتير، بس بعد كده لما الحياة بتعدي بتكتشف ان شهر ده لا الحمد لله قدر ولطف يعني. لحد لحظة معينة كده انا فاكرها، كان يوم انا كنت صاحي الصبح وصاحي تعبان جدا. بتحس بقى انه احيانا كده ايه ربنا هو بيبقى سايبك عادي تتصرف وتاخد يعني بالظبط كده زي الحد الكبير اللي بيبقى هو باص عليك من بعيد بيشوف انت هتعمل ايه، ولو في ريسك او لو في خطر لدرجة معينة هو هيتدخل يعني. وده حقيقي كان لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني. كنت فاكر ان انا صحيت تعبان جدا، صحيت قلبي وجعني جدا لدرجة اني ما كنتش قادر انزل. ويومها قررت كده بيني وبين نفسي، حتى كنت قلت لوالدتي على ده، انه انا مش هكمل في المكان ده خالص، هدور على حاجة تانية بس هدور عليها وانا بره المكان ده. عايز اقولك انه برضو للأسف الشديد وانا في الطريق كنت ستيل لسه بفكر هل ده القرار الصح ولا لا، وكانت ايدي تاني بدأت
تترعش، يعني ايدي تترعش معنويا، يعني انه طب ما انا خايف، طب ما انا مش عارف بالظبط هلاقي حاجة افضل ولا لا، لحد ما جت بقى اليد الالهية تدخلت في اللحظة دي واعفتني من اتخاذ القرار وحالة التردد دي، وهم الحمد لله رفضوني بدون ابداء اسباب منطقية. احنا طالعين من فترة كنت عامل شغل كويس جدا بشهادة كل الناس اللي اشتغلت معانا، والحمد لله كان في ابداء استحسان للشغل اللي انت بتعمله، قد ايه انت اضافة والكلام الحمصي ده كله، وبدون ابداء اسباب منطقية هم قالوا لي بس باي باي. اكدب لو قلت ان انا ما جاتليش لحظة ساعتها يعني لمدة كام ساعة كده ان انا اتضايقت، لكني حسيت ان انا مستريح لانهم اعفوني من اي تأنيب ضمير كان ممكن يجيلي لو انا مشيت وبعدها ما لقيتش شغل. وهنا كان الدرس الاول في طبيعة التفكير في حتة هو انا ماشي صح ولا لا، انه في بعض الامور اللي هي بتبقى يعني شديدة السوء وانت مش قادر تحدد انا ماشي صح ولا غلط، بتلاقي اليد الالهية كده دخلت وتدخلت في الموضوع واعفتك من الجدل او النقاش اللي انت ممكن تدخله مع نفسك. ده بيحصل في بعض الحالات اللي هي شديدة السوء. موقف تاني، كنت شغال في احدى القنوات التلفزيونية، شغل زي ما كنت قلت لكم قبل كده في حلقة بتاعت الثانوية العامة للناس اللي داخلة كلية اعلام. شغل التلفزيون الى حد كبير ما يعتبرش جذاب تماما، لكن مجرد ذكر ان انت شغال في القناة دي كان بيفتح لك سكك شغل لحاجات تانية، ودي من الحاجات اللي انت بتتعلمها لما بتبقى متودك اكتر، انه مش كل الشغل بيبقى البنفيت بتاعه في ساعتها. في شغلانه ممكن تعملها ما تاخدش فيها فلوس خالص، ولكن بعد كده تلاقي ان هي بتفتح لك سكك تانية اكبر بكتير مما انت كنت تتوقع. بجانب اني وقتها كمان كنت اصغر سنا وكنت محتاج خبرة التواجد في مكان زي ده، وكان في من الاماكن القليلة جدا اللي انا رحتها وكان فيها اساتذة حريصين ان هم يعلموا، لازلت يعني علاقتي بيهم كويسة جدا. بجانب ان انا كنت واخد دور كبير نسبيا ومسؤول عن حاجات مش الطبيعي انه شاب او ولد عنده 22 سنة وقتها يكون مسؤول عنه، وبالتالي ده كان وضعي في المكان. في نفس التوقيت ده وعلى هامش مشاركتي في حدث ضخم، كان الحدث ده انا كنت اشتركت فيه او بقيت جزء منه بسبب شغلي في القناة دي. يعني على هامش الشغل اتعرفت على منتج، كان اغلب شغلنا مع بعض، يعني سبب قدري بحت، كان طول الوقت احنا قاعدين مع بعض، طول الوقت شغلنا مع بعض، بنتكلم، بننسق حاجات مع بعض، فتوطدت العلاقة ما بيننا يعني بشكل او باخر، بقت علاقتنا كويسة وعلاقتنا قوية. وبعدين كان في كيمستري ما بينهم، ما كانش فرق السن ضخم قوي يعني ساعتها، فكنا قادرين نتفاهم. في يوم ومع اقتراب نهاية الحدث ده لقيته يعني بيتواصل معايا كده وبيقول لي انه طريقة يعني واضحة انه عايزني اشتغل معاه في شركة الانتاج بتاعته، وعرفت منه انهم بينتجوا برنامج، انا يعني هو بينتجوا نوعية برامج انا بحب اشوف كتير منها، وبالتحديد هو كان حابب اني اشتغل معاه في واحد من البرامج دول اللي هينتجوه لرمضان. وهو بيكلمك وخلاص كلمك قالك الحاجة وقفل. وقتها ما كنتش فاهم انه البق في مجالنا ده كتير، يعني وقتها انا لما كان حد بيقول لي على حاجة كنت بصدقه. بعد كده بقيت بتابع مقولة كده كان يعني بتنسب لحسن الامام المخرج رحمة الله عليه، كان بيهزر بيها، يعني يقول لك ربنا عرفوه بالعقد، طلع لي العقد ده ابدا اشتغل. فانا وقتها ما كنتش فاهم الموضوع ده، عادي كان اي حد بيقول لي عاوزينك معانا في البي بي سي بقى وخلاص، انا بعتبر ان انا طلع لي كارنيه البي بي سي، ما كنتش فاهم انه في كونسبت اللي هو طق الحنك او مجرد عادي كلام يعني. فخدت الموضوع بجدية شديدة وقفلت مع الراجل وخلاص ومبسوط وبعد كده بدأت بقى ادخل في حيرة كده بيني وبين نفسي، مفيش حاجة حصلت، عادي اسمع واسكت. يعني انا دلوقتي تقريبا بشكل بتحصل مرتين ل3 كل اسبوع، تلاقي حد عاوزين نعمل شغل وفيه كذا وكذا، عادي جدا اسمع واسكت. لما تلاقي الموضوع دخل في قيد التنفيذ او في حيز التنفيذ، بتبدأ ان انت تدي الامر جدية شوية.
يعني انا ساعتها كنت عامل زي بالظبط كده وضعي في الكام يوم اللي تالوا الاتصال ده، كنت عامل زي هاني رمزي في غبي منه فيه لما كان راكب السوبر جيت، لا مش قادر، عارفه اللي هو بالظبط كده، انا ما كنتش قادر بقى. وزي ما وضحت لك هو ما كانش يعتبر عرض جاد ورسمي، يعني هو الراجل كلمني قال لي انا عايزك، احنا بنعمل برنامج فلان الفلاني في رمضان الجاي ولما اتكلمنا انا شايف ان انت ممكن يبقى عندك انبوت كويس فليه ما تبقاش معانا فيه. وقعدت بقى ساعتها ايه في حلقة مفرغة كده من التفكير، تبدأ حيث تنتهي وتنتهي حيث تبدأ. افكر انه صح بقى لو جالي العرض ده اقبله ولا استمر في المكان اللي انا كنت بقالي فيه ساعتها اكتر من سنة. هسيب المكان، طب الاساتذة اللي هناك، طب هل الاقي حد هناك يعلمني؟ بس انا البرنامج ده انا نفسي اعمله جدا لرمضان، فعلا انا كنت بحب اتفرج عليه، فانا ان انا اكون جزء منه دي حاجة كويسة. واستمرت حالة من الحيرة وركام كده من الأسئلة الداخلية لحد بعد شهرين تقريبا. في يوم عادي جدا كنت رايح القناة، كنت بروح كده على العصر أو المغرب، يعني الساعة 5-6 كده. قابلت على الباب أحد أساتذتي، يعني ناس بتبقى واقفة قدام باب القناة، اللي بيشرب سيجارة، بيشرب كوباية شاي، كوباية قهوة. فقابلته، وقفنا على جنب، يعني فهمت كده ان هو مش عايز حد يسمع اللي يقولي، فقال لي انا عاوزك معايا في حاجة. طيب تؤمر، يعني عايزني في ايه؟ فقال لي في برنامج كذا كذا، البرنامج ده بيقدمه الشخص الفلاني وعاوزينك او عاوزك معايا فيه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ده نفس البرنامج اللي انا كنت عايز اشتغل فيه، ولكن في شركة الانتاج التانية. انا ساعتها كنت يعني بطلت شوية الموضوع ده عادي، بقيت دلوقتي ممكن بقيت بكبر دماغي، لكن ساعتها كنت بأرجع كل شيء لنظرية المؤامرة، اللي هو ايه ده، والسوق بقى مفتوح على بعض، فايه ده غدر بيا، ده قال لهم انا كلمته والراجل اتبسط او الراجل ابدى حماس وبتاع. اللي هو دلوقتي عادي يا عم، حد كلمني في شغلانه وعملتها، انت مالك اصلا؟ يعني دلوقتي بدأت تفهم الموضوع اكتر، لحد ما فهمت انه فهمت من كلام الاستاذ يعني اللي كان بيكلمني انه البرنامج ده خدته القناة بتاعتنا وهي اللي هتنتجه السنة دي. وبعدين قعدت احسبها كده، انت كنت بقالك دلوقتي قعدت حوالي 3 شهور قاعد بتفكر وقاعد بتعصر في دماغك ومستعجل على حاجة، هي ما انت مالك؟ دي ترتيبة ربنا، يعني دي ترتيبة، انت بتقعد تشتغل وتعمل اللي عليك وانت مالك بالباقي. وشوف انت قعدت عملت كل السيناريو ده، ماشي، ايه اللي حصل في الاخر؟ اللي حصل في الاخر انه ربنا كاتب لك تعمل البرنامج ده في القناة اللي انت فيها. وقصص بقى كتير كانت يعني كلها نفس المضمون، يعني ممكن نبقى نحكيها بقى في سياقات اخرى، بس كلها فكرة ان انا كنت مستعجل عشان عايز اعرف اجابة معينة، والاجابة البسيطة جدا انه امشي وملكش دعوة. الجملة اللي احنا قلناها قبل كده هي عليك الوعي ثم السعي وليس عليك ادراك النتائج. انا قلتها قبل كده في واحدة من الحلقات، مش حابب ان هي تكون مستهلكة يعني بالنسبة لحضراتكم. والان نأتي الى الخلاصة انه صحيح بعض المواقف ممكن تكون صعبة وحرجة، تتطلب طرح سؤال هو انا ماشي صح ولا لا. وهنا ساعتها في المواقف اللي هي بتبقى حرجة دي بقى، او فعلا فيها مشكلة اي حد لا يخطئها لو بص عليها، بنكون محتاجين نسأل سؤال، هو انت عايز صح او غلط بانهي معايير؟ بلغة كده الناس بتوع البيزنس، ايه الكي بي ايز او ايه معايير دليل النجاح بتاعك؟ يعني انت لو ايه حصل يبقى انت ناجح. يعني مثلا لو هدفك الفلوس وبقالك 10 سنين شغال في مكان بتطلع منه كل شهر تقريبا على الحركرك او تقريبا مديون، فانت في الغالب ماشي غلط. ما انت اصلا هدفك تبقى شخص غني، فانت شغال في مكان مش بيخليك غني، لا ده بيخليك مديون كل شهر، قبض بقى بيتأخر، مفيش زيادات، في خصومات عمال على بطال. فده هنا ساعتها تقدر ان انت تقيس بيه الصح والغلط. في مواقف تانية بقى ما ينفعش معاها سؤال هو انا ماشي صح ولا غلط، لانه صدق او لا تصدق هو مفيش حد فعلا بيكون عنده الاجابة.
مهما كانت خبرته، مهما كان درجة تعمقه، مفيش حد بيكون عنده ساعتها الإجابة الخاصة بيك انت يقولك ساعتها انت ماشي صح ولا لا. هو ساعتها هيقولك رأيه الشخصي، مش شرط خالص رأيه الشخصي ده يكون صح. حد مثلا هيقولك لا ما تكملش في الشغلانة اللي انت فيها دي، طول ما انت عندك بلان بي انت مش هتتطور، انت مش هتتحسن. لو انت عندك شغلانة كل شهر بتجيب لك مبلغ معين، دي هتسكنك، هتخليك تتنازل عن احلامك، ولازم ان انت تنط في البحر عشان تقدر ان انت ما تلاقيش بديل غير انك تسرفايف، فتاخد الشغلانة التانية اللي انت عايز تعملها دي بجدية. دي وجهة نظر. وعلى الجهة الاخرى تلاقي حد يقولك لا انت تنتقل بالراحة، انتقال هادئ من نقطة للتانية، تثبت رجلك في مكان الاول وبعد كده تنقل رجلك التانية مثلا. فهي حتة انا ماشي صح ولا غلط دي كتير من الاحيان احنا بنبقى متخيلين ان الشخص اللي مثلا بيشتغل بقاله 20 سنة هو عنده الاجابة ليه. وكتير وانا صغير يعني كنت بقى اروح يا استاذ فلان مثلا هل صح ان انا اعمل كذا، هو يعرف من ايه؟ هو انت ليه متخيل ان هو يعرف؟ يعني هو في النهاية يملك تجربته، هو مر بشوية محطات طلع منها بكونكلوجن يخصه، يملك ان هو يحكيهولك، مش شرط خالص ان هو يبقى صح. في خطاب موجود على يوتيوب بيقدمها او كان بيتكلم فيها ساعتها ستيف جوبز. كان الخطاب ده موجه لخريجي جامعة ستانفورد في حفلة التخرج بتاعتهم. قال حاجة عجبتني جدا، وهي يعني اذا تأملناها كده هنقدر ان احنا نستخلص اجابة ممكن تكون مريحة بالنسبة لنا. ستيف جوبز قالك انا مشيت خطوات كتيرة جدا، انا مش بقولها يعني حرفيا عشان ايه ما يجيش حد يبص عليها على يوتيوب ويقول لي لا هو ما قالش كده بالظبط، لا هو قال كده بالظبط بس ده بتصرف بصياغتي انا. يعني قالك انا مشيت خطوات كتيرة جدا في حياتي ما كنتش عارف ساعتها الخطوات دي صح ولا لا، كان بيحصل لي حاجات، نجاحات، اخفاقات، وهي الحياة كانت كده، هي دي كانت حياتي. ساعتها ما كنتش ببقى عارف بالظبط اربط النقط ببعض فورورد للمستقبل. كنتش ببقى عارف ان انا عارف انه والله مثلا انا هفتح الشركة دي براس مال كذا، وبعد كده افتح مقر في المكان الفلاني، بعد كده اعمل كذا. مفيش حد في الدنيا عنده القدرة انه يعمل ده. المشكلة ان احنا بندور طول الوقت على ده، ومفيش حد خالص عارف انه يعمل ده خالص. الشخص اللي انت بتشوفه ده جامد وبتاع، هو برضه ما يعرفش لنفسه يعني الخطوات الجاية ايه عشان يحافظ على نجاحه. يعني انت ما تعرفش محمد صلاح دلوقتي، انا ما اعتقدش ان هو عنده اجابة سؤال هل هو صح انه مكمل في ليفربول ولا لا. هو والله بيجرب، ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. ستيف جوبز ساعتها قالك برضو انه انت لما او بمجرد ما بتوصل لمحطة معينة في رحلتك، هنا بس بتقدر تجاوب على السؤال، وهنا بس بتقدر تبص لورا وتربط النقط من الاخر للاول ببعض. ده لما حصل كذا، اللي هو الحاجات اللي فيها ريتروأكتيف كونتينيوتي ديت في المسلسلات، يجي يقولك في اللحظة اللي انت كنت بتفكر فيها كذا انا شفتك، وعشان كده امنت نفسي بالحاجة الفلانية، اللي هي بتبقى لقطات الفلاش باك اللي هي في اخر تلت ساعة في الفيلم دي، لما بيبقوش عارفين يعملوا حبكة فبيستفيدوا منها، انه زي ولاد رزق كده. في اللحظة اللي انت كنت هتغدر بينا احنا خدنا بالنا فحطينا الشنطة وحطينا مكانها كذا. لو انت ممكن ساعتها ايه تقول اي حاجة هو ينبهر عادي برضو. فانت ساعتها بتبدأ انك تبقى قادر تربط النقط من الاخر، من النقطة اللي انت وصلت فيها دلوقتي للاول بقى. وعلى فكرة ممكن تبقى حاجات كويسة وحاجات وحشة، يعني انا في حاجات كتيرة وحشة ممتن ان هي حصلت لي عشان خلتني بني ادم احسن. ففي ساعتها ما كنتش هبقى عارف ده، كنت ساعتها هبقى شايف ان انا كنت ماشي غلط. فتقدر ان انت تجوين او تماتش الدوتس، ده بقى هو كان قايلها كده، تماتش الدوتس باكورد نوت فورورد، او لورا مش لقدام. تقدر تفهم انه والله انا لما رحت المؤسسة الفلانية دي استفدت منها التفصيلة كذا اللي قعدت 7 سنين ما استخدمتهاش، ولكن في لحظة معينة اكتشفت ان انا جالي فرصة بمبلغ كويس جدا وفي بوزيشن كويس جدا، وافتكرت النقطة اللي انا كنت اتعلمتها في المكان ده. محاولتك او استمرارك في المحاولة لمعرفة الطريق ده صح ولا لأ،
ومحاولتك لربط النقط من المنطقة اللي انت فيها للآخر للمستقبل اللي انت حاطه في دماغك، ده مش موجود غير في خيالك بس، وهي مجرد تضييع وقت وإهدار للطاقة بتاعتك. مش بقولك انا بس توضيحا عشان يعني ده كومنت جالي، يعني انا لا ادعي خالص انه موضوعات الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها اللي بتبقى بتناقش ازمات وجودية ومشاكل فلسفية للمبدعين، يعني انا لا ادعي خالص ان انا ببقى تخطيت المرحلة دي. على فكرة مفيش حد بيتخطى المرحلة دي تماما، بس انا ممكن ابقى كنت في وضع معين خلاني قعدت فكرت في الموضوع ده بشكل مكثف جدا، فبدأت اطلع منه بنوتس وقتها اكتبها. فلما بتيجي في دماغي الفكرة ان انا عايز اشتغل على الحلقة بيبقى عندي حاجة اقولها. لكن انا لحد دلوقتي بعد ما اخلص معاك هقعد افكر انه يا ترى اللي انا بعمله ده صح ولا لا وبتاع، وده طبيعي لانه مخك هو اللي بيعمل كده. هو مخك طول الوقت عايزك تبقى في امان، طول الوقت عايز يكيب يو سيف، عايزك يخليك احسن، يخليك في مأمن. فعشان كده هو هيفضل يعمل ده لان هو بيتغذى عشان يبقى بروبلم سولفر. فانت محتاج ان انت تستوعب ده وتعي. وهذا ما تيسر لنا قوله النهاردة. اتمنى انه الحلقة كانت تبقى مفيدة ملهمة مؤنسة لحضراتكم بأي شكل من الاشكال، واتمنى لو الحلقة عجبتكم ان انتوا تدعمونا بلايك، تدعمونا بشير مع الناس التانية اللي ممكن تبقى مهتمة بالموضوع ده. ممكن تدعمونا بسبسكرايب او تشتركوا في سواء القناة على يوتيوب او باقي منصات البودكاستنج المختلفة اللي تتناسب مع الطريقة اللي حضرتك او حضرتك بتحبوا تسمعوا بيها. وتنتظرونا بإذن الله كل حد وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.